احنا سمينا طبعا البهلوان الارض ده ابو الوفا على اسم اخونا سيد ابو الوفا اللي كسب في مسابقه البث المباشر امبارح. الطيور ديت هنسميها برضه على اسامي المتابعين، فانت لو ما اشتركش في القناه انزل اشترك في القناه، هنكتب اسمك على طير جميل من الطيور اللي عندنا ديت، ولكن تكون متفاعل معانا على القناه. عايز اقول لكم ان انا جاي من مشوار في الحر ده، ولكن المشوار يستاهل، لان احنا وصلت لنا الهديه الجميله دي من قناه وفر في بيتك منوعات. الهديه دي يا شباب من اقيم الهدايا اللي وصلت لي، وصل لي هدايا كتير جدا من يوم ما فتحت قناه اليوتيوب، ولكن الهديه دي بالذات من اقيم الهدايا. طبعا هوريكم الهديه دي هي ايه وعباره عن ايه، وفيها طير جميل جدا. انا كان نفسي اربي الطير ده. الطير ده مفاجاه، وهيبقى مفاجاه على القناه عندنا بعد كده، لان احنا هنربي الطير الجميل ده مع بعض ان شاء الله تعالى. ولكن تعالوا بقى اوريكم المفاجات الجميله جدا اللي حصلت عندنا في السلاكه. طبعا الناس اللي بتقول انت ما بتوريناش، طبعا ندخل مكان بس الاول بتاعنا كده. الناس اللي انت بتقول انت ما بتوريناش فرخ الحمام النفاخ. طبعا الحمام النفاخ احنا بنحضن منه. يعني ايه بنحضن منه؟ بناخد الحصى بتاعه وبنحطه تحت اي حمام تاني من الحمام البلدي اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم دون. ولكن انا عملت حاجه حلوه المره دي عشان اريح الحمام ده. يعني ايه؟ ما ينفعش ان انا اخد منه حصى على طول وان انا احضن الحصى بتاعه، فانا سبت له زغلول، سبت له حصوايه واحده وفك الحصوايه بفضل الله. شايفين الذكر؟ الذكر ده محارب ما شاء الله، يعني محارب. شايفين الذكر؟ يعني مش هيسيبني. فاتفاجئت الصراحه، يعني الحصوايه فكت بفضل الله تعالى، ولكن انا اتفاجئت. ايه اللي في مفاجاه؟ شايفين يا شباب اللبه؟ الاهالي مأكلاهم اللبه عامله ازاي؟ هم اول مره ياكلوا بالمناسبه، لان النتايه دي يعني 3/4 عش ليها ديت، مش كبيره، النتايه دي لسه صغيره، ولكن مأكلين. هم اول مره ياكلوا، اول مره ياكلوا، والاثنين بيحاربوا على الزغلول. شايفين الاثنين واقفين في الطاجن، واقفين في العش ملبلين للزغلول ده. حلو جدا. نسيب لهم بقى الزغلول ده هم طلعوا بيحضنوا كويس كده. شايفين الذكر هيعمل فيه ايه؟ خلاص يا عم، خلاص يا سيدي. نطلع بقى البيضه الثانيه بتاعت النفاخ ده حطينا فين؟ تحت الكريزلي. اشمعنى الكريزلي؟ لان الكريزلي ده من احن الحمام في التاكيل. الكريزلي ده ممكن يحضن اي نوع حمام عندك، تحط له الحصويتين وسيبه بقى يعيش مع نفسه ما شاء الله. يعني شايفين الزغلول اهو، فكين الحصوايه اهو يا شباب. شايفين الزغلول؟ شايفين اللبه؟ اكلين الزغلول برضو اللبه اهو. الزغلول ده لسه خارج يعني امبارح بالليل او النهارده بالليل يعني، فما شاء الله تعالى. شايفين الزغلول؟ اللبه حلو جدا، والتاكيل بتاع الكريزلي حلو جدا. تعالوا بقى قبل ما اوريكم الهديه بتاعتنا الجميله دي، تعالوا بقى سريعا كده بس هنشوف حاجه كمان بالنسبه للهزاز الهندي. الهند شباب الزغاليل بتاعته الطاره بتاعتهم طالعه افضل من طاره الاهالي. الطاره بتاعتهم طالعه من افضل من طاره الاهالي. ليه؟ لان كل ما زاد عدد الريش ده كل ما بقى الطير ده احسن، وكل ما بقى احسن في الثمن. فالزغلولين دول طالعين ما شاء الله تعالى. الام بيضه والاب رصاصي، جايبين زغلول رصاصي وجايبين زغلول اسمر. ده فرخ الحمام الهزاز الهندي. الهزاز الهندي برضو اللي تحت ده هزاز هندي، ودي مكي قربين ان هم يفكوا الحصى بتاعهم يعني ان شاء الله تعالى يومين 3 كده، لان الحصى بدا يغمق. ولما الحصى يغمق معاك بالشكل ده تعرف ان خلاص الحصى مقرب ان هو يخرج ويطلع زغاليل ان شاء الله تعالى. ده برضو الحمام البهلواني. الناس برضو اللي هي بتكتب لي عايزه الحمام البهلواني. طيب الحمام البهلوان ده الذكر ده احنا هنسميه اسم حلو النهارده على اسم احد متابعين القناه. ده هنسميه ابو الوفا. ده ابو الوفا طبعا على اسم اخونا سيد ابو الوفا. فابو الوفا هو شباب هوريكم برضو ابو الوفا على الارض. الناس اللي هي بتحب تشوف الحمام البهلوان ده طبعا من اجمل الحمام اللي هو موجود عندي. شايفين بقى البهلوان اهو، كل ما بتحطه على الارض هو ما بيبطلش اقربات. فانا اخترت الطير الجميل ده عشان نسميه على اسم اخونا ابو الوفا اللي هو كسب معانا امبارح في البث المباشر. في ناس شباب اللي بنكتب اساميها على القناه، يعني اكتر حد متفاعل فبنكتب اسمه على القناه عندنا. شايفين يا شباب اهو؟ ده احنا سميناه ابو الوفا. طبعا احنا مسمين حمام كتير جدا على اسم المتابعين، فهنسمي الطير ده ابو الوفا. الناس اللي هي بتحب الحمام اللي هو البهلوان والارض. خلاص يا عم، خلاص يا سيدي، خلاص يا عم. ادخل بقى مكانك كده بسم الله. اول شباب ده هنسميه خلاص ابو الوفا. كنا مسمين الذكر ده ابراهيم، وكنا مسمين النتائج الجميله دي مروه. تعالوا بقى اوريكم الهديه بتاعتنا الجميله. طبعا علاء اهو، طبعا ده علاء تحت دي طبعا عمار، ودي ام شروق على اسامي متابعين القناه. اشترك في القناه وتفاعل معانا في القناه، هنكتب اسمك على حمام جميله. عندنا حمام كتير جدا والوان واشكال وحاجات حلوه جدا. هنسمي اسامي الحمام كله على اسامي المتابعين عندنا. يلا بقى نشوف الهديه بتاعتنا الجميله ديت ونفتح الهديه بتاعتنا مع بعض.
ندخل بس المكان كده الاول اللي احنا هنحط فيه الطير الجميل اللي احنا جبناه ده. ندخل بقى المكان كده الاول ونسمي بسم الله. نفتح مع بعض يا شباب الهديه بتاعه اخونا الاستاذ باسم، قناه وفر في بيتك منوعات. دي كتاكيت، ايوه كتاكيت، ولكن كتاكيت مش عاديه. كتاكيت دي يا شباب مش كتاكيت عاديه، ده الدجاج الهندي، ده الدجاج الهندي البيور. شايفين يا شباب دجاج الهندي البيور. هندخله المكان عندنا هقول لك بالظبط. طبعا هنتابع الدجاج ده على القناه عندنا، هنجيب حاجات حلوه جدا طبعا الفتره اللي جايه. ولكن الدجاج الهندي ده انا بحب اربي الدجاج الهندي. هنستقبله على ايه؟ هنستقبله على محلول جفاف، يعني هنستقبل على محلول جفاف. انا مجهز له الدنيا هي، طبعا ده حاطط فيه محلول جفاف. لو ما عندكش محلول جفاف حط فيه ميه بسكر. نسمي برضو بسم الله شباب. ده الهند اهوت شباب ان شاء الله، كتاكيت الهندي يعني ان شاء الله هنتفرج عليها بقى لما تكبر وهنتابعها عندنا في القناه. دولت 4 هند شباب، دولت 4 هندي. ده هند كمان هو ان شاء الله، هو هند شباب اهوت ما شاء الله. الاربعه دولت دجاج هندي. طبعا الفيوم يا شباب، الناس اللي عارفه الفيومي قال لي الثلاثه دولت برضو فيومي اهم. هنخليهم برضو ندخلهم المكان عندنا. ده الفيوم يا جماعه الخير اهو. طبعا هنتابع الهندي. طبعا انا بحب الهندي جدا يعني فوق الوصف. انا من زمان ونفسي ان انا اجيب الدجاج الهند دون. المكان طبعا ممكن تجهز المكان عندك باي حاجه، ممكن نشاره خشب، ممكن التبن بتاع الاراضي الزراعيه، ممكن الرمل. ولكن درجات الحراره احنا دلوقتي في الصيف، بلاش ان انت تحط لمبه من حمراء، انا حاطط لمبه من العاديه عشان اصلا الجو حر دلوقتي. ده هنربي الدجاج الهندي وهنتابعه دايما معانا على القناه. طبعا بيحتاج العلب بتاعه بروتين 21%. البروتين بتاعه او العلب بتاعه بيبقى 21%. وطبعا قلنا لكم هنستقبل على محلول جفاف او ميه بسكر. هنسيب بقى الكتاكيت الهند ديت وواحده واحده كده مع بعض هنتابعها يوميا. بالنسبه للدجاج الهندي وعشاق الدجاج الهندي هنجيب حاجات جميله جدا الفتره اللي جايه، هنطلع منها هدايا كمان للمتابعين بتوعنا وحبايبنا طبعا متابعين القناه. هنسيب بقى الدجاج الهندي كده، هنظبط له درجه الحراره، هنظبط له المكان بتاعه. تعالوا بقى نطلع هوريكم حاجه اخيره قبل ما نختم الفيديو بتاعنا. طبعا بشكر اخويا الاستاذ باسم، بشكر قناه وفر في بيتك منوعات، القناه الجميله اللي انا بستفيد منها شخصيا. طبعا اللي مش موجود في القناه ده شباب خسران كتير، فحاولوا اشتركوا في قناه اخويا الاستاذ باسم اللي هي قناه وفر في بيتك منوعات. في حاجات جميله جدا بيعملها عنده على القناه. طبعا في مشتركين جدد دخلوا لنا من قناه وفر في بيتك منوعات، فبشكر المشتركين دولت. وطبعا انتم بيتكم الثاني في قناه اخوكم محمد صاحب قناه دكتور حمام مصري. سريعا كده بس هقول لكم على حاجه او معلومه سريعه. الجو حر دلوقتي، الجو دلوقتي حر. حافظ على الطيور بتاعتك، غير الميه على طول، غير الميه مرتين في اليوم. شايفينها لسه مغير الميه اهو. عايز تحط في الميه ديت عرق سوس، حط في الميه ديت عرق سوس، لان العرق سوس حلو جدا هيحمي الطيور عندك من الحر الشديد ده. لان الحر ده يا جماعه الخير كفيل ان هو يموت الطيور عندك ويعمل اجهاد حراري للطيور عندك. فحافظ على الطيور عندك. هتحط مثلا عرق سوس في الميه، العرق سوس بيرطب على امعاء الطيور دي الداخليه. ادعوا لنا بالرزق، ادعوا لنا بالبركه. لو محتاجين حاجه وفيديوهات معينه اكتبوا لي في التعليقات، هعمل لكم الفيديوهات اللي انتم محتاجينها. لو وصلت معايا في الفيديو دلوقتي قول لي انا من الابطال وبوصل معاك لنهايه الفيديو. شوفوا على خير يا شباب، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه